بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. إخواني أبناء الشعب اليمني العظيم، في هذه المناسبة الخالدة وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا الحشد الكبير الذي تلاحمت فيه كل أبناء الشعب اليمني من كل القطاعات ومن كل المناطق، تذكرت قول الشاعر الشافعي الذي يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للغيث أن ينكسر. إخواني، دعونا في هذه اللحظات نتذكر الليل الطويل الذي عشناه، ونتذكر القيود القوية التي كانت تكفل مسيرتنا، ونتذكر كل المتاعب التي كانت أمامنا. ولكننا اليوم وبفضل الله وبتوفيقه وبإرادتكم أنتم في كل مكان من أنحاء الجمهورية سنسير في طريق البناء، وسنسير في طريق الحرية والخير، وسنسير في طريق العدل والإصلاح. إخواني، اسمحوا لي أن أكرر لكم العهد باسمي وباسم زملائي إخوانكم وأبناءكم في القوات المسلحة والأمن، لأننا سنظل أوفياء لثقتكم، أوفياء لمبادئ ثورتكم، أوفياء لكل طموحاتكم، ولن نتردد أن نقدم أرواحنا رخيصة في سبيلكم وفي سبيل وطننا العظيم. إخواني، إن مسيرة الشعوب تحتاج إلى التضحيات الكبيرة، وأهم تضحية وأكبر تضحية هو الثورة على النفس ونكران الذات والعمل بصمت وبإخلاص. وهذا ما عاهدنا الله عليه، أن نسير منذ اللحظة الأولى في حركتنا، حركة 13 من يونيو التصحيحية. إخواني، إن الطريق طويل، وإن المصاعب جمة، وإن المتاعب كثيرة، ولكن بفضل إرادتكم سنتحدى تلك المصاعب وسنعدي تلك الصعاب، ولن يقف أمامنا شيئا مهما كانت قوته، لأن إرادتكم هي إرادة الله التي لا تقهر. إخواني، إن طموحاتنا كبيرة وآمالنا عريضة في أن نعيد لهذا الشعب العظيم تاريخه الكريم وأمجاده العظيمة ومسيرته الصادقة. إننا أبناء حضارة ورثناها عن أجداد عملوا المستحيل وبنوا الأرض وبنوا السدود وزرعوا كل هذه الأرض وحرثوها وجعلوا منها ما استشهد به القرآن الكريم. وإن أقدس ما سنحافظ عليه هو كرامتنا وسيادتنا على أرضنا، على كل شبر في أرضنا. وإنني وفي هذا اليوم الحاشد الذي تلتقي فيه كل هذه الأرواح الكريمة مع أرواح شهدائنا الذين سبقونا في الدرب مضحين في سبيل هذه الخطوات التصحيحية، أدعو كل أبناء الشعب من كل الفئات للتلاحم، ولأن نسير في مسيرة واحدة صادقة هدفها اليمن كل اليمن واليمنيين كل اليمنيين. والسلام عليكم ورحمة الله.